عايزك تركز معايا دقايق صغيرة بس وهنخلص موضوع النهاردة في السريع. يلا بينا نبدأ. البريسنت سيمبل أو المضارع البسيط، الزمن ده بيتكلم عن العادات أو الحاجات اللي بنعرف نعملها أو بنحبها عموما، مش مرتبط بوقت معين. يعني حاجة بتحبها أو بتعرف تعملها بشكل عام. زي لما أجي كده أقول لك أنا بحب البيتزا، أنا بعرف أسوق، أنا بعرف أتكلم إنجليزي. تعال بقى نشوف ده هنعمله إزاي. زمن البريسنت سيمبل ليه هيلبينج فيرب الفعل المساعد، وده اللي بيعرفنا إن الجملة دي في أنهي زمن. والهيلبينج فيرب للبريسنت سيمبل هما do و does، ودول هيتقسموا على الضمائر بالشكل ده: I you we they بياخدوا do، he she it بياخدوا does. بس دول مش بيظهروا في الجملة، يعني do بتختفي تماما مع الفعل وبتسيب الفعل زي ما هو. أما بقى does بتختفي بس بتسيب الاس مع الفعل. تعال نشوف. I play football. She plays football. You eat fish. He eats fish. عايز بس أقول لك على قاعدة بسيطة لو هتضيف اس. خد بالك إن الفعل لو بينتهي بأي حرف من الحروف دي CH SH O SX. خد مثال كده: go goes، catch catches، wash washes. أما لو الفعل انتهى بحرف واي هنبص على الحرف اللي قبل الواي وأشوف لو كان ساكن ولا متحرك. لو ساكن هشيل الواي وأحط IES زي الأمثلة اللي قدامي: fly flies. شلت الواي حطيت IES. cry cries. طب ولو متحرك زي play مش هشيل الواي وهخليها زي ما هي وأضيف حرف الاس بس. تعالى بقى نعمل جملة منفية، وهنا هيظهر معانا الفعل المساعد وبعدها هنحط كلمة not اللي هي اختصارها N apostrophe T. بس خلي بالك إن الفعل المساعد ده بيجي دايما قبل الفعل الأساسي. خد لك مثال كده: I do not اللي هي اختصارها تبقى don't، يبقى I don't eat fish. أنا مش باكل سمك عموما. She doesn't drink tea. هي ما بتشربش شاي أصلا. تعالى نعمل سؤال إجابته تكون yes أو no، وهنا لازم السؤال يبدأ بالفعل المساعد زي المثال اللي قدامنا ده كده: Do you eat fish؟ Does she drink tea؟ والإجابة هنا بتكون لو yes هتبقى Yes I do أو Yes she does، ولو نفي هتبقى No I don't أو No she doesn't. هنعمل سؤال باستخدام أداة استفهام WH equation، وال WH equation هنا المقصود بيها أي أداة استفهام تبدأ بحرف ال W وال H. القاعدة بتقول إن ال WH equation بعديها يجي ال helping verb بتاعي اللي هو do أو does، بعد كده بنحط ال subject وبعدين بنحط ال verb. بص المثال ده: What do you eat؟ Where does she play؟ وهنا الإجابة بتكون زي الخطوة رقم 1 اللي هي الجملة المثبتة بتاعتنا. فلو جيت قلت What do you eat؟ الإجابة هتكون I eat pizza. Where does she play؟ She plays at the club. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الزمن، وحابب بس نعمل مراجعة سريعة كده على اللي احنا خدناه. الهيلبينج فيرب بتوعي do أو does. الافيرماتيف هو السبجكت، ولو الفيرب هي أو شي أو إت هحط الاس للفيرب، غير كده مش هحط له اس. في النيجاتيف السبجكت بعدين do plus not أو does plus not، ف don't أو doesn't، بعد كده يجي الفيرب في شكله الصريح بدون أي إضافات. في حالة equation بيبقى ببدأ بدو أو does وبعد كده السبجكت وبعد كده الفيرب. وفي حالة إني هعمل equation بال WH equation بيبقى هبدأ بال WH equation do أو does، بعد كده السبجكت، بعد كده الفيرب، بعد كده بقية الجملة وعلامة الاستفهام. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. شكرا وأشوفكم في حلقة جديدة.